الطرف اليسار زكريا يبحث عن العرضية، زكريا ولكن التدخل ممتازة في التمريرة. هنا العرضية، الهدف الأول للرجاء. الرجاء حامل اللقب يفتتح التسجيل. الرجاء العظيم بهدف عظيم بالنسبة للرجاء. اللاعب زكريا الوردي يسجل الهدف الأول. هدف رائع للرجاء. يتقدم الرجاء بهذه الفنية الرائعة والتسديدة الرائعة. حامل اللقب يتحكم في المباراة حتى الآن ويتوج المجهود الرائع للرجاء بهذا الهدف. زكريا الوردي لعب الكرة، خادع الحارس. هناك المطالبة بلمسة يد على اكس الماي، ولكنه زكريا لبيب كان قد بدأها إلى زكريا الوردي الذي تقدم وتلاعب. ممتاز زكريا. هدف رائع للرجاء. الرجاء يتقدم بالهدف الرائع من أجمل الأهداف في البطولة. كرة ممتازة من القائد، رائعة وكأنك تشاهد أهداف التيمومي والأسماء المغربية التاريخية على مستوى التهديف، على مستوى اليسارية بالقدم اليسرى. هذه أهداف التيمومي، هذه أهداف زكريا الوردي الذي وضع الكرة في الشباك. هدفا أولا الرجاء يريد الصدارة فقط في هذه المجموعة الرابعة، وعلى بقية الفرق أن تختار أن تقابل الرجاء أم تقابل الوحدة الإماراتية. الحديث عن المجموعة الأخرى، المجموعة الثالثة التي ستقام مباريات المجموعة الثالثة عند 6 مساء. هنا الكرة تلعب. إذا هدف زكريا الوردي من أجمل الأهداف في البطولة في ملعب المحالة. هدف رائع. الإعادة للهدف والتكنيك الخاص لهذا اللاعب والفكرة الرائعة ووضع الكرة ومخادعة الحارس محمد الشامسي. هدف ممتاز لزكريا الوردي.